كريم بنزيما ينتقل إلى الهلال قبل نهاية عقده مع الاتحاد، وكل الجماهير بالدوري السعودي ما بيهم اللي توقع إن كريم بنزيما ينتقل للهلال قبل نهاية عقده مع الاتحاد. وأنا أقول صاحبك عادي لو يروح مع الغريم، ما تنه سلاحك عليهم بالقتال، ما فيه دايم غير خالقنا العظيم، مبدل الإنسان من حال الحال. وأقرب حدث شوفوه وش سوى كريم عقب العميد اليوم في صف الهلال. الليلة من أقوى المواجهات بالدوري السعودي الهلال والأهلي. بالنسبة لي أتوقع فوز الأهلي أو بالقليل التعادل، لأن الهلال نقطة ضعفه اللي هو الهجوم، وأتمنى التعادل أو فوز الأهلي. فتوقعاتكم، والآن اسمعوا الاستوديو التحليلي وفرق المواجهات قبل. آخر 10 مواجهات للأهلي مع الهلال في الرياض، 6 انتصارات هلالية، 3 انتصارات للأهلي وتعادل 1. حاولت أطمنك صراحة هذا التاريخ يقول كذا في مواجهاتهم الأخيرة، لكن التاريخ يظل تاريخ، يعني ما نتكلم الآن في اللي حيصير المباراة القادمة. آخر مباراة مين فاز؟ طيب آخر مباراة تعادلوا. لا، آخر مباراة الأهلي 3-2. قصدك في الانفجارات بينهم، يعني في الدور الأول تعادلوا 3-3. لكن على صعيد أرض الملعب والواقع حاليا، الأهلي وأكثر من ساهم له بالأهداف في نسخة الدوري الحالي 2026. إيفان توني الأكثر مساهم في 22 هدف، سجل 18 وصنع 4. يليه رياض محرز 6 مساهمات، سجل 2 وصنع 4. علي مجرشي 4 مساهمات وأيضا بالتساوي مع قلينو، بس علي مجرشي سجل نفس الشيء، الاثنين سجلوا هدف 1 وصنعوا 3 كلا الاثنين. على الجانب الآخر في الهلال، أكثر من ساهم بأهداف الهلال روبن نيفيز، 13 مساهمة، سجل 8 وصنع 5 أهداف. يليه المهاجم اللي هو المفروض نفس الحكاية زي عند الأهلي، لكن يليه نونيز 10 مساهمات، سجل 6 وصنع 4. يليه ليوناردو 10 مساهمات، سجل 9 وصنع هدف 1. والرابع سالم الدوسري، رابع المساهمات، ساهم في 9 أهداف، سجل 4 وصنع 5 أهداف. أنت شايف يعني الوضع اللي موجود فيه الهلال بالمعاناة من عدم وجود مهاجم يخلص، مهاجم ناصر الويدي، يعني هذا يتضح أيضا على مستوى المساهمات. عند الأهلي إيفان توني صحيح